فشلنا في مدة الآن 5 سنوات أو 6 سنوات منذ أن وقفنا يعني الاستيراد هذاك الوقت، ووقفنا يعني المصانع هذيك تاع نفخ العجلات اللي كانت يعني عبارة عن استيراد مقنع وعبارة عن تهريب العملة. ولكن ما قدرناش نلقاو البديل، وبقينا نتخبط يعني ونراوح مكاننا. يعني هذا واش تم مع فيات، أنا نقول بلي ما هوش يعني شيء بحجم الجزائر. أنا نقول بلي الجزائر يعني كدولة، كسوق مستهلك، كبوابة إفريقيا، يعني ان غران بوتنسيال، هذا واش يستثمروا هذو فيات يعني يبقى تحت المستوى، يبقى تحت المستوى. للأسف الشديد الجزائريين يعني عوقبوا بهذه الإجراءات، والجزائريين مع المشاكل اللي عندهم في النقل والمشاكل اللي عندهم يعني في البعد نتاع المسافة، لأنه بلاد شاسعة، احنا يعني نتكلم على 2,400,000 كيلومتر مربع ومتناثرة البلاد، والله غير عوقبوا. يعني الجزائري كان يقدر يقتني سيارة يعني بسعر معقول. الآن سيارات نتاع 20 سنة ما زالت يعني تتجاوز 2,000,000، وأصبحنا أضحوكة يعني، والله غير سيارات اللي راهي تورما، يعني تورما في الضفة الأخرى تاع المتوسط، والأسعار تاعها يعني أسعار تقريبا رمزية. احنا في الجزائر ما زالت يعني تسوى 10,000 و15,000 أورو يعني، وهذا يعني شيء غير معقول. وبعدها كل الإجراءات اللي درناها هي إجراءات ترقيعية يعني في الحقيقة. خلينا الجزائريين مرة واحدة في الثلاث سنوات تجيب واحدة 3 سنوات، وبعد عاودنا تراجعنا على الإعفاءات الجبائية أو الجمركية. بقينا نتخبط يعني، بقينا نتخبط. ما قدرنا نفتح يعني صناعة حقيقية. كل سنة نضمن السنة القادمة، قال السنة القادمة العلامة الفلانية والعلامة الفلانية. واحد الوقت لحقنا حتى أنه وزير قال للصحفي ما تزيدش تسألني على الموضوع، وبقينا يعني ندوروا في حلقة مفرغة. أنا أقول بلي اليوم هذا الملف يحتاج يعني وقفة حقيقية. يا هل ترى احنا قادرين نديروا هذا التصنيع تاع التركيب تاع السيارات ولا ماناش قادرين؟ إلا رانا قادرين راه الوقت باش ننطلق غدا. إلا ما راناش قادرين ولا هذا الشيء راهو فوق الطاقة نتاعنا أو ما نعرفولوش أو الناس ما حبوش يستثمروا عندنا، نتخلاو عليه ونخليو نفتحوا السوق الاستيراد. نفتحوا المشكلة ما كانش في الاستيراد، المشكلة كان في تضخيم الفواتير وفي نوعية السيارات وفي موضوع النفخ تاع العجلات اللي كان يعني عبارة عن تضخيم فواتير واستيراد مقنع. ما كانش في موضوع الاستيراد. والجزائريين عندهم الحق أنهم مرة في 3 سنوات يروح يجي من البنكة. علاش حتى يجي من السوق السوداء؟ الأصل هذا هو. علاش نرانا نمدوا احنا لي زامبورتاتور اللي يجيبوا كل شيء نمدوا لهم من البنكة ومن بعد يجيبوا يربحوا أضعاف مضاعفة، والجزائري ما عندوش الحق أنه يدي مرة في 3 سنوات؟ مادام هي مرة في 3 سنوات ولا في 5 سنوات نفتحوا له، وكذلك السعر تاع البنك.